ازيكم عاملين ايه؟ نفسكم تعملوا وصفة غدا سهلة وسريعة ما تاخدش منكم وقت ولا مجهود. تعالوا شوفوا الوصفة الجميلة دي. هنعمل فيها الفراخ بتتبيلة مميزة جدا وهتطلع حلوة قوي، والرز بالخضار في حلة واحدة، يعني مفيش اسهل ولا اسرع من كده. ولو جربتوها باذن الله تعجبكم، واتمنى لو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد اول ما انزله. وبصوا بقى جمال الوصفة. هوريكم دلوقتي ان الرز مستوي مش معجن، والواحدة بوحدتها كده. وكمان هتشوفوا دلوقتي الفراخ من قريب جميلة ازاي، لونها كده يفتح النفس، وكمان طرية جدا ومن جوه مستوية الحمد لله. مع انها ما خدتش يعني بالظبط 5 دقايق على النار، بس طلعت مستوية وكويسة. اول حاجة بجيب البانيه بتاعي بقسمه نصين كده. طبعا انا عارفة ان الفراخ مكلفة جدا، ولكن من حين لاخر طبعا لازم نعمل حاجة مفيدة لينا ولأسرتنا. هنا بقى جبت الفراخ، حطيت عليها شوية بقدونس، نص كيلو بانيه. وبعدين هحط معلقتين كبار من الثوم مفروم. وبعد كده هحط معلقتين صغيرين من بهارات الفراخ، ومعلقتين صغيرين من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبعد كده هضيف معلقتين صغيرين من الكاري، ومعلقتين صغيرين من 7 بهارات. بعد كده هجيب معلقتين كبار من الزبدة السايحة وهضيفهم على الكلام ده كله. بتفرق قوي في الطعم يا جماعة. بعد كده هقلب بقى كويس خالص الكلام ده، وهسيبها في التتبيلة شوية عقبال ما اعمل الرز. تمام. يعني او لو تقدروا تعملوها وتسيبوها بالليل في التلاجة طبعا هتفرق جدا في الطعم في الاخر. ده منظرها بوريكم بعد ما اتبلت. هجيب بقى طاسة سخنة واحط فيها معلقة كبيرة من الزبدة وشوية زيت بساط كده. وبعد كده هنزل بالقطع البانيه بتاعتي، وابدأ احمرها كده على النار. مش هتاخد كل وش، بياخد بالظبط دقيقتين، مش اكتر من كده. بس بصوا كده هي اتحمرت وجميله ازاي، ما خدتش يعني بجد كل وش بالدقيقتين بالظبط. فانتوا اصلا يعني الفراخ بجد مش هتاخد منكم 10 دقايق تحضير. بس المهم ان احنا نتبلها، يا ريت قبليها بيوم او قبليها بساعتين مثلا. تمام. وكده طلعتها خلاص. بعد كده بقى هنبدأ نجهز الرز. هجيب حله وانزل بمعلقه كبيره من السمنه، وحبه زيت برضو صغيرين كده. بعد كده هنزل بالبصل بتاعي، دول بصلتين كبار قطعتهم مكعبات صغيره كده، وهبدأ اشوح في البصل لحد ما يدبل معايا تماما. عشان يدينا نكهة حلوة للرز لازم نسيبه يتبل كده ويبقى يعني ياخد ايه سواء على النار كده. بعد كده هنزل بالخضار بتاعي بسلة وجزر. تمام. وهنزل بمعلقتين صغيرين من الملح، ومعلقتين صغيرين من الفلفل الاسود، وهقلب كده كويس. بعد كده هضيف صلصة الطماطم. ضفت 3 معالق كبيرة من صلصة الطماطم، وهقلب كده واسيبها شوية كده تتسبك مع الخضار والبصل. يعني اسيبها كده شويه على النار من غير ما اغطي الحله ولا حاجه. بعد كده شويه كده واروح منزله بالرز بتاعي غسلاه كويس وسبته ينشف. وهقلب كده كل حاجه كويس خالص لحد ما تتوزع كويس المكونات كلها مع الرز. زي ما انتم شايفين لونه خطير ازاي. بعد كده هنزل بميه المغليه بتاعتي. دول الكيس الرز عباره عن 6 كوبايات، فكل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه. فانا هنزل ب6 كوبايات ميه مغليين. تمام. وهقلب كده واروح مغطيه الحله، وهياخد بالظبط نص ساعه على النار. تمام. وهيطلع معاكم مستوي وجميل زي ما انتم شايفين كده في الصورة، وزي ما انتم شفتوا في الفيديو في الأول. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، وشكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم. أتمنى كده تاخدوا لفة في القناة، وشكرا جدا ليكم.